يلا بينا نعمل الكفتة الخطيرة دي، وصفة صحية وسريعة وسهلة. يلا بينا. هنجيب الكبة بتاعتنا ونضرب فيها بصلتين كبار واتنين فص توم وفلفلاية حمرا وفلفلاية خضرا، وبعدين هنجيب المصفى بتاعتنا وهنرش رشة من الملح، وهنقعد بقى نصفيهم من المية عشان انا عايزة التفل بس. وعلى نص كيلو لحمة مفرومة حطيت 100 جرام من اللي هي حزمة بقدونس مفرومة ورشة من الملح، وهنزل بقى البصل بتاعي والفلفل. شايفين نزلوا مية قد ايه؟ هي دي بقى اللي بتفك منكم الكفتة لو انتوا ما صفيتوهاش كويس. بعدين نعجن بقى كويس جدا كل ده مع بعضه، وبعدين ندخلها التلاجة اقل حاجة من نص ساعة لساعة. بعدين بقى جبت صينية حطيت فيها بصل وطماطم وفلفل حامي وفلفل رومي، رشيت عليها رشة من الملح فلفل الاسود وكام فص توم ورشة كبيرة من السماق ومعلقتين من زيت الزيتون. نقلبهم بقى كلهم مع بعض، وبعدين بقى بعد ما الكفتة بتاعتي خلاص اللحمة المفرومة اتشمعت في التلاجة، رحت جايبة شوكة كده وصبعت عليها الكفتة بتاعتي ورصيتها بالشكل ده. المية بتاعت البصل والفلفل حطيت معلقة من الصويا صوص ومعلقة من الصلصة ودهنت بيها الكفتة. مش قادرة اقول لكم الحركة دي بتدي